عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل فكرة جميلة جدا جدا، وهي زينة رمضان بشكل مختلف جدا بدون تكاليف عالية. يعني الزينة كلها يعتبر حاجات بسيطة ومش مكلفة خالص وهاند ميد، والناس كلها مش مصدقة ان هي ببلاش. يعني ده فرع ليد عادي، وده طبعا اللي يعتبر غالي. بس لو موجود عندك بتقدري تشكليه بالشكل اللي انا عملته ده. انا حطيته في الارض. بصوا انا طفيت النور، بصوا الشكل عامل ازاي. انا جبته في الارض في الطرقه كلها لحد الصاله معايا، مشيته على الارض، فعملت اضاءه مختلفه وزينه مختلفه. يعني افكار بره الصندوق، بدل ما بنحط فوق لا انا حطيته في الارض. وممتد معايا بقى كده، بنت للسفره ومن ورا السفره وطالع كده داخل على البلكونه، شكله حلو جدا. عايزه اقول لكم ان انا يعتبر زينت الصاله بس، وكلها حاجات تعتبر هاند ميد. يعني دي تعتبر برضو يدوي، سهلة جدا، بنوتة جميلة اللي عاملاها. ودي كمان الحاجات دي، ده مفرش خيامية كنت جايباه معاكم في المشتريات، وده فانوس ايكيا بقاله 3 سنين يعني. والعجلة دي كانت عجلة اطفال كده، انا حطيته عليها كده بشكل مختلف، وبتقدري تحطي الشمعة جوه الالكترونية ويديكي شكل جميل جدا. الفكرة التالتة وهي الفوانيس البلاستيك دي برضو، انا كنت جايباها كلها ب5 جنيه بس، وحطيتها على الصينية دي، وعملت شمعدان من البرطمان، وعملت فازة من البرطمانات، وكلها يعتبر بالخيامية، بالستيكر بتاع الخيامية. كله على بعضه كان متر ب7 جنيه ونص. عملنا البونبونيرة دي من قاعدة كاس مكسور وبرطمان برضو. المدفع ده برضو اللي مفاجأة، محدش مصدق ده من ايه. دي بكرة السلك يا بنات، السلك العادي بتاع الكهرباء. ودي ازازة بيبس عادية خالص. غلفناهم برضو كلهم بالستيكر، وحطينا ازازة البيبس كده زي ما انتوا شايفين، ولفيت عليها فرع الليد. الشكل جميل جدا. الزينة في الارض مختلفة، مدية يعني شكل حلو كده، وتست عالي قوي في الزينة، فالشكل حلو. هندخل كده هنا، بصوا فرع الليد انا عايزه اوريه لكم، ممتد معايا لحد البلكونه. وهنا البلكونه بس حطيت عليها برضو فرع ليد تاني، وفرع ايه، فوانيس صغيره كده، بس مفيش اكتر من كده. مديه شكل حلو وتست مختلف، من غير بهرجه، من غير فلوس كتير، من غير مصاريف كتير. انا شايفه الزينه بتاعت رمضان مبالغ فيها بألوفات بصراحه، ومحدش يقدر على الكلام ده خالص. ف يا رب الافكار بتاعت النهارده بسيطه وتعجبكم. لو لسه ما عملتوش يعني ممكن تجيبوا فرع ليد وتدلعوا البيت كله بفرع ليد بس. هو هنا كده يعتبر ده ازرق او بامبا، بس هو مش باين في التصوير، مش عارفه ليه. هنا كده انا بوريكم الشكل تاني من بره، وفرع الليد بصوا هناك عامل ازاي يا بنات، رهيب بجد، حلو قوي. ومدفع رمضان يعني تحفه. هنروح بقى للفكرة التالتة، وهي كلها برضو ببلاش من غير فلوس خالص يا جماعة، والله العظيم. الزينة دي عارفين ازاز العصير بتاعة الزبادو، كلها كده جبتها ولزقت عليها برضو ستيكر رمضاني وعلقتها. ودي كنا عاملينها السنة اللي فاتت من علب السمنة. ودي كرتون التورته. ولزق كان بواقي قماش كمان خيامية كده، ولزقناهم وعملنا التعليقة الجميلة دي. والزينة اللي فوق دي اكياس شيبسي، ما اكترها عندنا بقى. وعلب الزبادو طبعا مدلعاها كده، وحطلها من فوق بقى علقه من الفوم، ومديها شكل حلو جدا، ومصرفتيش حاجه ولا اي حاجه يعني. لو دورتي على التكلفه مش هتلاقيها، يعني 20-30 جنيه. افكار بسيطه، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وشير لو استفدتي. وهنا المطبخ انا عملت بس كافي كورنر كده بالخياميه، بالستيكر بتاع الخياميه، جبت معلقه وزوقتها وعملت كده، فرغت الاستيكرات دي وكلمه رمضان كريم بس، وديتني شكل حلو قوي في المطبخ، وما عملتش اكتر من كده. فبتكون الحاجه سيمبل وكده بتفرق معاكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.